ايه في ايه؟ والله انا عايز اعمل بلاستيك بس هو ما رضيش. انا عندي فكري. انت فاطر يا عموسي؟ فاطر يا ولد والله سكر عادي عندي. احنا لازم نعرف مين اللي صايم في البلد ومين اللي ما صايمش. تروح على كل العمود تعلق ورقه. يا من تصوم فعليك بتسجيل يومك عند الحج موسى، للعلم وليس أكثر. كده الورق اللي ادهوني عم موسى كله خلص. لا يا شيل الورق كله بتاع أبويا موسى، بلا تسجيل ولا زفت. عايز اسجل صيام. خلي بالك لو رحت لم التلاجة هتبقى ناقص دين، ولو ما هسجل لك يومك اني. قول له الحاج موسى مع سجل الصيام. موسى النهارده كنت صاحب النوم، رحت شربت عصير موز. ايه تاني؟ والله عجبتني سنة كيكه ونزلت فيه. ما انا مصدق صيام يا ولد، اتكل على الله. أبويا موسى ضحك الحيطان والعواميد كلها بمنشورات اللي عملها ده. مين؟ انت خربتها بلا. ربنا قال اذا بليتم فاستتروا، وانت ماشي بمبدا اذا بليتم فانتشروا. اهو انت ظلمنا عليك ده ولد عمي يا رمضان. ده انا صمت النهارده لحد الظهر بس ما رضيتش اكمل. لا يا اخي انا ما قاعدلكش في قعدي ولا في مجلس. ويا عم موسى. تعال يا ولدي. ايه في ايه؟ عم موسى ابويا ضاير ورايا عبدي. ليه بدال؟ والله العظيم ما عارف يا عم موسى، بس هو معقول لي وضعك زي وضع عمك موسى وانا ما عجبنيش الكلام دي. ومال وضع عمك موسي؟ وشايفني ماسك سقاطه وماشي بيهم في الشارع؟ وانت مال وضعك؟ ما انت وضعك زين. والله انا عايز اعمل بلاستيك بس هو ما رضيش. ليه؟ قال برستيجو غير برستيج. يا اخي ليه ابوك كبر قوي كده؟ كبر قوي في الدور وعايش الدور وعايز يحاسب الناس على كبيره وصغيره. اقول لك يا ولد يا محمد. قول يا عم موسى. انا عندي فكري هنعملوها انا وانتي وهو كله بميزان حسناتنا. وانت فاطر يا عم موسى؟ فاطر يا ولد والله سكر عادي عندي. احنا لازم نعرف مين اللي صايم في البلد ومين اللي ما صايمش. ابدا عايزه واحد يكون عايش مع الناس كلها يا عم موسى. ما انا عندي فكره هجيب لك الناس كلها لحد هنا. ازاي يا عم موسى؟ اقول لك انا هنخلي الناس كلها تجي صيامها هنا وكله بالورقه والقلم. كيف؟ كله في ميزان حساباتنا برضه. انت تروح تعمل زي ما انا هقول لك بالظبط وما تغلطش ولا غلطه. خد الورقات دولي تروح على كل العمود تعلق ورقه وتبسترها بالبلاستر وتجيني بعدين. يلا روح. لما نشوف البلد ده اللي هيحصل فيه. البلد كلها كده سجل صيام. يا من تصوم فعليك بتسجيل يومك عند الحج موسى، للعلم وليس أكثر. إيه يا أبويا هو ناوي يصيم؟ تخرب البلد كلها أبويا دي. طب ده أبويا ما معودش يصيم، يعني ده أبويا ما صامش ولا في حياته يوم لغاية الظهر، هيصيم يوم كامل. كده الورق اللي ادهوني عم موسى كله خلص. لا يا شيل الورق كله بتاع أبويا موسى، بلا تسجيل ولا زفت. حاج موسى يا حاج موسى، انا شفت الاعلان بتاعك وعايز ايه؟ عايز اسجل صيام. وانت صايم؟ ايوه صايم من اول يوم. من اول يوم؟ واسمك ايه؟ خالد. خالد؟ خالد صايم من اول يوم. رحت لم التلاجة يا خالد؟ لا خلي بالك لو رحت لم التلاجة هتبقى ناقص دين، ولو ما رحتش لم التلاجة هتبقى زي الدين. اليوم علينا ما تحسب نصه مش ما تحسب كله. يبقى انت صايم على الفاضي على كده.
ماشي، هسجل لك يومك اني. وروح لو ما حدش عارف قول له الحاج موسى مع سجل الصيام، تمام؟ أقول لك يا حاج موسى، قول. أنا عايز أقول لك على حاجة بس مكسوف. قول بس ما تتكسفش. أنا يا حاج موسى النهارده كنت صاحي من النوم، رحت شربت عصير موز. نسيت؟ طيب سهل. ما هي وقفتش على كده يا حاج موسى. ما وقفت عليك هذه؟ والله عجبتني صينية كيكة ونزلت فيه. يعني نسيت؟ طب خلاص سهل. ما هي وقفتش على كده برضه. ما وقفت عليك هذه؟ والله لقيت صينية كنافة وقعدت تاكل مني. برضو؟ ده زين اللي لقيت معك على كده. ما ده صح صابر يا حاج. ما انا مصدقش صيامي وانا متكل على الله. ماشي حاج. ما الخلق ده كله صايم، يا راجل اتكل على الله وسيبني في حالي. عم رمضان، حسيت بالخبر؟ ابويا موسى ضحك الحيطان والعواميد كلها بمنشوراته اللي عملها ده. منشورات هذه ولا ده؟ سجل. يا من تصوم فعليك بتسجيل يومك عند الحج موسى. وابوك كمان هيشرف على الناس كلها ولا في الصيام؟ أول مرة أشوف الموضوع ده. أروح أشوف ولا الحاج يوسف أشوف. مين؟ رمضان. تعالي. كمان يابا. تعالي. يا رمضان يسجل يومك. أسجل يومك. والله العظيم أقسم بالله أنت خربتها بلا. ليه يا ولد عمي يا رمضان ده أنا عاملك إيه سجل يومك. ربنا قال إذا بلوتم فاستتروا، وأنت ماشي بمبدأ إذا بلوتم فانتشروا. أنت ظالمني عليك ده يا ولد عمي يا رمضان، ده أنا صمت النهارده لحد الظهر بس ما رضيتش أكمل عشان أنت تشرف على باقي اليوم. يا أخي أنا ربني عشان أشرف على صيامك ولا صيام غيرك. يا أخي اتقي الله يا أخي. أقول يا رمضان يا ولد عمي، أود بدل ما أنت واقف على حالك. لا يا أخي أنا ما قاعدلكش في قاعدي ولا في مجلس. أروح اتكل على الله.